ننتصر او ننتصر، خلصنا تدريب ورا 6 شهور، هسه نقدر نقول يلا تيم. كنت ظالم الخاتم، هسه احس اكو امل. عوف موضوع الجيش علي، راح افتح بوابه قبال ملك الجان، انا وعبد نقدر نغلب ملك الجان، الجنيه ضد شادو، اوس ضد ماكس، نفس الخطه بس بقوتكم الجديده نقدر نفوز. وجابر يفتح البوابه وينطلق جيش اوس ويصطدمون بجيش ملك الجان، ماكس ينطلق نحو كان اوس صار ازرق ومفتول عضلات اكثر، الجنيه تضرب شادو. الظاهر انتم ما تملون بس هالمره ماكو هروب. عبد وجابر وصلوا يم ملك الجان. حلو من تضرب عصفورين بحجر، راح اقطع اصبعك واخذ منك الخاتم، وهذا الشايب شكله مشتاق لعائلته. عبد يطير وجابر يفتح بوابه ويخلي عبد يطب ويطلع ظهر ملك الجان ويضربه. ملك الجان ايوه اخيرا ونسوني بالقتال، والملك يسحب سيفه من بوابه حمراء، عبد يتخيل سيف وجابر يصنع حال السيف بسحره، ويبدي القتال الثلاثي لكن اليد العليا لملك الجان. يلا عبد فعل الشكل الثاني وتحول، عبد يتحول من اللون الاصفر للازرق. ملك الجان انذهل، عبد يتخيل رمح ويشمر على ملك الجان، ملك الجان يتفادى ويجي جابر يضرب الملك يندار على جابر ويجي عبد يضربه مره الاخرى. هو هذا المطلوب منكم، بس نهايتكم الموت وتطلع هاله حمراء من عنده، مخلوق اوس الازرق اللي هيمن على ماكس لحد ما جتهم الهاله الحمراء وصاروا اقوى. ماكس اوسع الجني مال اوس بضربه، شادو قامت وكتله الجنيين. ملك الجان سحب سيف من جديد وطار على عبد، لكن عبد قاومه وصار قتال كلش قوي. جابر استخدم هجمه سحريه وملك الجان رد عليه بنفس الاسلوب، لكن هجمه ملك الجان كانت اقوى وحرقت ايد جابر. عبد وفريقه بدأوا يفقدون اليد العليا بالقتال، جابر قام يبكي وبدا يتخيل طيف مرته وبنته، بهالاثناء اجى حفيظ طاير ودخل للقتال، ضرب ماكس وضرب شادو. عبد وجابر فرحوا، حسوا انه اكو امل. اليوم صدق يومي، اهدافي راح احققها كلها بيوم. حفيظ يطلق هجوم كلش قوي على ملك الجان ويبعده بعيد ويقوم ويشافي ايد جابر. عبد وجابر وحفيظ استعملوا هجوم ثلاثي طيروا بيه ملك الجان بعيد، وبهالاثناء الجنيه خسرت وجني اوس الازرق تلقى ضرب كلش قوي. شادو استعمل التقنيه جردت حفيظ من صولجانه، لكن حفيظ كلش قوي وتبادل هو وياها اللكمات، وبالاخير استعمل عليه تقنيه الضوء الساطع واخفاه. اما ماكس كان ذكي وهاجم جابر مباشره، ولكن عبد بالمرصاد وصداله. جابر فتح بوابه سحريه زرقاء، بوابه السجن بيها هواء قوي لتسحب ماكس، لكن ماكس صمد. اجى عبد كمشه وقذفه بالبوابه، وحفيظ راح عالج بقيه التيم، وقاموا التيم كلهم وواجهوا ملك الجان. كان ملك الجان كلش قوي وصلب. جابر فتح بوابه حتى تسحب الملك لعالم السجن، لكن الملك قوي. اجى عبد طاير ودا يضرب الملك ويحاول يدفع على البوابه، وحفيظ اطلق عليه موجه سحريه كلش قويه، وجابر سوى سيف وقفز وطعن الملك بيه، وجت الجنيه تضرب الملك، وجا الجني الازرق يدفع الملك. ورغم هذا كله الملك قال له انا ما راح اروح وحدي، واطلق ضربته الاخيره وقتل بيها جابر، والملك انقذف داخل عالم السجن واختفت البوابه. جابر مات، وعبد فقد قوته السحريه ووقع بالقاع وفقد الوعي، والجنيه اختفت، وحفيظ اخذ خاتمه وراح، واوس غير معلوم مكانه الى حد الان، والجني الازرق اختفى.